سلام حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة مطلوبة بزاف من المبتدئات، هي مسكوتو بثلاث حبات بيض تخرج لكم طالعة وهشيشة وبمكونات موجودة في كل بيت. شوفوا القوام نتاعها. قبل ما نبداو بالمكونات راح نوري لكم القوام نتاعها الداخل كيفاش تخرج هشيشة وخفيفة ومفشفشة. يعني هنا جبت لكم كامل الأسرار باش تخرج لكم طالعة وما تهبطش، وباش يعني كل النصائح وكل الأسرار اللي تخلي مسكوتشو نتاعكم طالعة وما تهبطش وراح تكملوها ليه. شوفوا هنايا القوام نتاعها كيفاش يخرج، والريحة ما نحكي لكمش على الريحة ويعني مفشفشة وقطنية وتصلح كامل المناسبات. إذا يلا مع المقادير. هنا عندي كاس اللي يرفد 220 ملي تاع السكر. نديرو السكر داخل غيسيبيون، نديرو 2 حبات قشور ليمون. هذه العملية لازم ديروها وراح تطلق قشور الليمون، راح يطلق الذوق نتاعو، الأروم نتاعو في السكر. انا نخلط مليح القشور الليمون مع السكر حتى وين نحس السكر بدا يذوب. ندير قرصه نتاع الملح وندير 3 حبات بيض. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما لازمش البيض نتاعكم يكون خرجتوه من الثلاجة. هذا السر من أسرار نجاح المسكوتشو نتاعكم. نخلط مبدئيا هكا شوية برك بالفوي، من بعد نديه الباتور ونخلطه مليح. هذه العملية لازم الباتور ولا أشوا ولا واش عندكم، المهم باش ما تعيوش رواحتكم. هنا ندير نص كاس نتاع الزيت. هذا الكاس تاع الزيت بلا ما نديروه في الضراب الكهربائي، ديروه هكا بالفوي برك وما نبالغش في التخليط. خلاص نهار الاول نديرو السكر مع البيض نخلطوه مليح وصايي. انا نديرو الفوي غير هكا بالعقل برك، هكذا نخلطوه برك هكذا. هذا المبتدئه اللي طلبت مني المسكوتشو باينه باللي تحب تخدم بزاف قالت لي يعني تتابع الوصفات نتاعي، وقالت لي بلي ينجحوا لها وديري لنا المسكوتشو. برسكو علاش المسكوتشو نتاعها كي تخرجوا برك من الفرن يهبط. اذا تابعي النصائح ورايحه تنجحي باذن الله في هذه الوصفه. هنا درت نص مغرف كبيره نتاع لافاني، وزيت كاس يكون دافئ نتاع الحليب. هنا يكون دافئ باش هذاك السكر الا ما ذابش مليح راح يكمل يذوب، باسكو هذا سر من اسرار ذوبان السكر باش المسكوتشو تاعكم ما تخرجش يابسه. هنا راح نزيد ربع كاس نتاع الماء يكون دافئ، يعني يطلع شويه للربع هكا، ونزيد نخلط. هنا سي برابيل يعني نبالغ في التخليط، نخلط غير شويه برك ونحبس، وندير هنايا 3 مغارف يكونوا معمرين مليح نتاع مايزينا. الدور المايزينا في هذه المسكوتشو راح يعطي لها الفشفشه والفخ وقطن، تخرج لكم قطنيه وتشرب. اذا كان الزيت كان زياده راح تشربوا وتعطي لكم واحد المذاق في المسكوتشو النشاء، راح تعطي لكم واحد المذاق رائع جدا، جربوها وتشوفوا. اذا نخلط هكا غير بالعقل برك هكا، ندخل النشاء لداخل السوائل ونبدا نحط قدامي الكاس الاول نتاع الفرينه. هنا روحوا بالكاس اللي كيلتو به نهار الاول، كملوا حتى تكملوا الوصفه نتاعكم. في اي وصفه راح ديروها الكاس او البول اللي توزنوا به كملوا حتى وين تكملوا كامل. هنا درت مبدئيا 2 كيسان ورايحه نشوف. هنا ندير 2 خمارة تاع خميرة الحلويات 20 غرام، تقدروا ديروا 15 غرام. انا هكا نغربلوها. شوف الكتولات اللي عند الخميرة. هنا نخلط هكا الخليط مليح حتى وين نحسوا بلي الفرينة اندمجت كامل مع السوائل. انا درنا 2 كيسان ونخلوهم هكا، نغطيها ونخليها حوالي 5 دقائق. من بعد نشوف الى شربت الفرينة الى شربت سوائل ولا لا. شوفوا هنايا بعد ما خليتها 5 دقائق رفدت الفوي وشفت لقيت الخليط راه سوا صافي. درنا له 2 كيسان نتاع الفرينة، ودرت هنايا مغرف نتاع المحسن وهو الخل، راح يعطي لها الخفة والهشاشة هكذا. ونجبد المول نتاعي. شوفوا هنايا راح نوري لكم القوام نتاع الخليط نتاعنا كيفاش يكون. هنا خذالي غير 2 كيسان تاع الفرينة،
خلوا الخليط نتاعكم يرتاح، من بعد تشوفوا إلا تزيدوا الفرينة ولا لا. أنا جبت المول نتاعي وريته لكم، درتلو شويه نتاع الزبدة ودرت الفرينة على المول، من بعد رفدت الغيسيبيون نتاعي الفوق وسيحت كامل الخليط على المول، أنا باش ندخل الهواء. هنا الفرن نتاعي شعلته ل120 درجة، ما لازمش يكون سخون بزاف، لازم يكون حتى وين ندخل المسكوتشو نتاعي باش نشعلو. هنا بعد ما خذت لي واحد 45 ساعة 45 دقيقة عفوا، خليته برد، خليتها بردت شوية ومن بعد نحيتها. شوفوا القوام نتاعها هنايا مازالها سخونة، لازم نخلوها ترتاح شوية باش نقطعوها. شوفوا ما شاء الله واحد الريحة، قشور الليمون مع اللافاني ما شاء الله. هنا بعد ما خليتها ارتاحت رايحة ندردر عليها هكا السكر كلاص، وانتم تقدروا تخلوها هكاك برك، ولا تقدروا ديروا لها لا كونفيتور مع الكاوكاو، ولا ديروا لها الشوكولا، لكم الاختيار. انا دي فوق غير نحب نخليها هكاك برك، باش تفكرني في المسكوتشو تاع زمان حنايا كنا نديروها، ما نديرو ني شوكولا ني ناكلوها هكاك برك، عندها واحد الشارم، واحد البنه رائعه رائعه. شوفوا يعني القوام نتاعها نتيجه يعني مع الاخر، لونها يفتح النفس وريحتها تشهي، والقوام نتاعها ما شاء الله كي نديرها هكا تسمعوا الصوت فش فش فش، يعني ما شاء الله مسكوتشو عليها الكلام. إذا جربوها وقولوا لي آراءكم في التعليقات، وأي مبتدئة جربت الوصفة تكتب لي النتيجة نتاعها تفرحني بكم بزاف. وما تنساوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو